مساء الخير على كل متابعين قناة ميكانيك الصعيد. فيديو النهاردة هو نصيحة لكل صاحب سيارة أو لفني سيارات. معايا العربية الانترا دي كانت ضربة جوان وش سلندر، والسخونة جابت الآخر، جابت الأحمر. حليت العربية وغيرنا جوان وقفلنا تاني. هي غلطتي انا، مش غلطة اي حد، بس انا حبيت اعمل بالغلطة دي فيديو عشان خاطر ما تتكررش مع حد. وعلى فكرة دي تاني مرة اقع في المشكلة دي، بس انا الزبون بيبقى جاي خلصان، بيبقى جاي الدنيا بايظة معاه، الدنيا مقصرة معاه، فانا بحاول بقدر الامكان اوفر له شغل، اوفر له طقم مسبقات. بس للاسف دي تاني غلطة انا اقع فيها في الالنترا بالذات، ان العربية لما تسخن وتجيب الاخر في السخونة ويحصل عندك قشط وش السلندر، لازما ولابد تعمل الصبغات. العربية دي بعد ما تقفلت للأسف تلتت. ليه؟ عشان خاطر العربية لما سخنت قطعت معي صباب، فيها صباب مش شغال. انت براحتك يا اللي بتشوف الفيديو تطبق الفيديو عملي، خير وبركة. ما طبقتهوش دي هيترجع لك. بس نصيحتي ليك في الفيديو انك لو العربية جابت الاخر، ضربت مية من الليداتير، جابت فول في الحرارة، يا ريت ما تكسلش انك انت تفور وش السلندر وتعمل صبابات، لان طبيعي درجة الحرارة عدت المطلوب، فاكيد بوظت قواعد الصبابات. عشان ما ترجعش تندم وتحل تاني، يعني هتشوف نفسك وفرت 1000 ونص، هتصرفهم مرتين، مش مرتين، عشان خاطر انت وفرت طقم الصبابات. لكن للاسف هتحل مرة تانية، والجوانات اللي انت هدرتها هتجيب جوانات مرة تانية وسيليكون وزيت وفلتر، هتخش في دايرة تاني عشان خاطر تعمل موضوع الصباب. لو انت جديد في القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واللايك بتاعك بيشجعني ان انا اعمل فيديوهات مفيدة من النوع ده. شكرا لكل المتابعين.